اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايبه لنا ايه؟ النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي. هوريكم طريقه حلوه قوي. انا كنت بعملها قبل كده بس اول مره اعملها على القناه. عايزين تعرفوا السمنه المرمله دي الجميله دي؟ شايفين سمنة بلدي على أصوله، تحفة جدا، مرملة وتحفة جدا يا جماعة. طبعا باينة قدامكم اهي. عايزين تعرفوا متعملت ازاي؟ ريحتها تحفة 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 تحفة، بلدي فعلا 100%. عايزين تعرفوا الطريقة؟ عايزين تعرفوا انا عملت السمنة والكمية الكبيرة دي ازاي؟ تعالوا معايا اوريكم انا عملتها ازاي. شايفين المرتة اللي خارجة منها؟ شايفين كمية المرتة اللي خارجة من السمنة بتاعتي؟ حلوة جدا يا جماعة، وسمنتي مرملة وحلوة جدا. عشان تشوفوا الطريقة تعالوا معايا، يلا نخش على الطريقة عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا. ويلا بينا بقى يا حبايبي نخش على مقاديرنا ونخش على وصفتنا ونقول بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. خلينا متفقين ان احنا هنبدأ الوصفة بتاعتنا ونحسبها مع بعض بالجنيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت معايا هنا حلة على النار، ولعت عليها النار. معايا هنا كيلو ونص من السمنة. السمنة دي يا جماعة انا جايباها سمنة سايبة، اي نوع تحبيه، اي نوع تفضلي هاتيه. اي نوع سمنه تحبيه تفضليه هاتيه، اللي يريحك. عايزاها سمنه صفرا هاتيها، عايزاها سمنه بيضه هاتيها. بس انا بحب السمنه اللي هي، والله ما اعلان ولا حاجه، بحب السمنه الروابي، بيبقى ريحتها حلوه وقلبة على سمنه بلدي كده ايه يا جماعه. وهي اكتر حاجه مستحبه للوصفه اللي احنا هنعملها النهارده دي. تمام كده. انا نزلت بالكيلو ونص سمنه معايا هنا على البوتاجاز. هديلها فرصه طبعا ان هي تفك معايا. مش هينفع ان انا انزل باللبن ولا انزل بالمكونات بتاعتي اطلاقا غير لما اسيح السمنه بتاعتي تسيح كويس جدا عشان اقدر انزل باللبن بتاعي. هنقدر ان احنا نكثف حجم السمنه بتاعتي دي ازاي؟ يلا بقى نحسبها بالجنيه من البدايه. طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان السمنه البلدي ارتفع سعرها جدا جدا جدا. الله المستعان. في ناس كتير ما بتقدرش تشتريها. طبعا الكيلو وصل ل 250 جنيه. رمضان بيحب السمنه البلدي في الحلويات الشرقيه. تحطيها على اكله، تحطيها على حاجه، فكل الناس بتحب تخزن السمنه البلدي لرمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. كل سنه وحضراتكم طيبين يا حبايبي. النهارده قررت ان انا اعمل لكم الوصفه دي. انا عملتها كتير قبل كده بس ما عملتهاش على القناه بصراحه. عملتها مع نفسي يعني كتير لما ما كنتش بعرف اجيب سمنه بلدي او ما اعرفش اوفرها، او الميزانيه ما تكونش سامحه ان انا اجيب سمنه بلدي. فكنت بعمل الحركه دي كتير، ان انا يبقى عندي سمنه بلدي ان انا اكفي احتياجاتي. بحتاجها في حاجات كتير. تمام كده. فمعايا كيلو ونص من السمنه السايبه. عايزه تشتريها علب اشتريها علب، مفيش اي مشكله خالص. سعر العلبه تقريبا هو نفس السمنه السايبه، بس بيبقى الميزان هو قليل شويه. يعني العلبه بيحسب لك الصفيحه وبيحسب لك الكلام ده كله. لا، احنا هنا جايبينها كيلو ونص صافي على الميزان. الكيلو ب70 جنيه، يعني دول قاطعين 105 جنيه كيلو ونص. تمام كده. خليكم معايا في الحساب بالظبط علشان نشوف السمنة بتاعتنا بعد ما تخلص هتطلع معايا قد ايه، وهتوفر معايا فلوس كام، وهتبقى سمنة بلدي ولا لا. بس انا وعدكم ان هي تطلع احسن من البلدي ان شاء الله. هتبقى تحفة بجد يا جماعة. اهم حاجة في الوصفة دي نار هادية ايدك فيها، مش اكتر من كده. عايزه الوصفه تنجح معاكي هدي النار، اكنك بتسيحي زبده، اكنك بتسيحي سمنه بلدي فعلا. هدي النار خالص، ايدك فيها ما تسيبيهاش. ما تديش فرصه للبن يفور، ما تديش فرصه للسمنه تفور، علشان تطلع معاكي نتيجه حلوه وناجحه. وما تديش ريحه شياط. طول ما ايدك في السمنه عمرها ما تشيط منك. اتفقنا كده يا امارات؟ السمنه بتاعتي بدات ان هي تسيح اهي. هسيحها خالص وانزل باللبن. كده السمنه حبايبي ساحت معايا بالشكل ده كده. انا مش عايزاها تغلي، انا عايزاها تسيح بس. معايا هنا بقى لتر من الحليب
البلدي طبعا ما ينفعش معلب، هنزل بيه على السمنه بتاعتي كده مباشر على طول، واقول بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بكيلو اللبن على كيلو ونص من السمنه يا جماعه، مباشر على طول على السمنه. عندي هنا انا ببقى مجمعه كده قشطه، تمام، من وش اللبن والكلام ده كله عندي في التلاجة في الفريزر، هنزل بيها هنا. هي دي بقى السر بتاع السمنة البلدي اللي هتبقى معايا، واحلى حتة مرتة هتطلع معايا بسبب حتة القشطة اللي انا كنت محوشاها من وش اللبن اللي انا نزلتها دي. تمام. كلنا طبعا بنجيب لبن، كلنا طبعا بنشرب ولادنا لبن وبنجيب لبن، فبنعين وش اللبن ده بيبقى دسم، فبنلمه وبنعينه. تمام. فلو متوفر عندك تمام، مش متوفر مش مشكلة، بس هيفرق جامد على فكرة في الوصفة دي. تمام كده اهو. قلتلك تاني اهم حاجة في الوصفة تكون البوتاجاز بتاعك ناره هادية. تمام كده، على ان اللبن هيغلي، فما تديش فرصة للفوران. اوعي تدي فرصة فوران تحصل، هتوقع لك نص السمنة على البوتاجاز، وهتبوظ لك الدنيا، وهتفقدي كمية كبيرة منها. فحرام، خلي ايدك فيها وخليكي جنبها. تمام. اعمليها في وقت تكوني متفرغة، مثلا تكوني في المطبخ واقفة بتعملي حاجة وتكوني واقفة جنبها واخدة بالك منها. تمام كده. اول ما تبدأ تغلي هرجع اوريها لكم. وفي المرحله دي يا حبايب قلبي بدات السمنه بتاعتي تطلع رغاويها اهيت. تمام كده، بدات تطلع الرغاوي دي. طالما الرغاوي دي طلعت تحسوا ان السمنه دسمه، حته القشطه اللي انا حطيتها واللبن دسم، فيطلع لي حته سمنه ملهاش حل. على فكره يا جماعه، حاجه نسيت اقولها لكم وحطيتها وانتم ما نسيت اقول لكم عليها، حطيت معلقه ملح. تمام كده، حطيت معلقه واحده ملح، ما تكونش مليانه قوي، علشان شويه المرته اللي تنزل تحت تكون طعمها حلو، تكون حادقه كده وطعمها حلو. هي معلقه واحده مش اكتر من كده. طالما بدات تعمل رغاوي كده بقى، ايدك فيها بقى وتابعيها علشان ما تفرش على البوتاجاز. تمام. وكده يا حبايب قلبي مراحل تحويل السمنه بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده كده. بدات اللون يتغير وبدات المرته بتاعتي تبان تحت اهي. دي بقالها نص ساعه بالظبط على البوتاجاز اهي، على نار هاديه جدا. بدات مرحله التحويل للسمنه البلدي دهيت، وتعمل مرته تحت. طبعا ايدك شغاله فيها، ما تسيبيهاش ابدا، ما تديلهاش فرصه ان هي تلدع منك من تحت ولا تتحرق ولا المرته تتحرق منك، عشان تاخد من تاخد لون حلو. لسه بقى هتفصل المرتة من السمنة. هي كده بقالها نص ساعة البوتاجاز، هي تقريبا الوقت كله بتاعها هياخد ساعة على نار هادية ان شاء الله، وهتكون جاهزة. هي بدأت كده في مرحلة الفصل، هي بدأت تفصل، وهتفصل السمنة عن المرتة، وهوريها لكم تاني ان شاء الله في المرحلة الجاية. وكده حبايب قلبي السمنه بتاعتي بعد ما فصلت المرته بتاعتها اهيت زي ما انتوا شايفين كده. انا سبتها تهدى شويه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. صفت السمنه بتاعتها فوق كلها، والمرته تحت اهي زي ما احنا شايفين اهو، خدت اللون ده. هسيبها طبعا تهدى شويه كده عشان مش هقدر ان انا افضيها في حاجه دلوقتي. لازم تهدى معايا جدا عشان اقدر ان انا افضيها في برطمان او افضيها في اي حاجه. هي قعدت معايا بالظبط يا جماعه للامانه ساعتين ونص على البوتاجاز على نار شمعه. كنت مولعه البوتاجاز شمعه يا جماعه علشان تستوى براحتها وتطلع لي السمنه اللي انا حباها، واللي انا الطعم والريحه اللي انا حباها. فطلعت حاجه بسم الله ما شاء الله. انا لسه طافيه عليها النار، سايباها تهدى بس شويه. مجرد ما تهدى هفضيها واوريها لكم. وبكده حبايب قلبي اكون خلصت السمنه بتاعتنا معاكم اهيت. بسم الله خير الاسماء، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شويه سمنه ولا كلمه، وعملناهم باقل التكاليف. يا ريتكم معايا هنا وشامين الريحه يا جماعه بجد. طلعت شويه مرتة حلوين جدا، طلعت لي يجي 3 كيلو وزياده من السمنه. انا بصراحه ما وزنتش. تعالوا بقى نحسبها مع بعض، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو ونص سمنه، الكيلو ب70 جنيه، جبت كيلو ونص ب105. كيلو لبن ب15 جنيه، ادي 120 جنيه. وانا كان عندي قولوا نص كيلو من القشطة، تمام، اللي هي بتاعت وش اللبن،
كل ده بقى حطيناه على بعضه وما تكلفش حاجة يا جماعة. طلعنا 3 كيلو وزيادة، هما تقريبا ده بيبقى 2 كيلو. الله اعلم، معرفش، انا ما وزنتش يا جماعة، هو زي ما انتوا شايفينه كده قدامكم. ده تقريبا بيبقى 2 وده كيلو، هو تبقى كده 3 كيلو. وحتة مرتة حلوة قوي يا جماعة، تحفة جدا وناعمة ولونها حلو قوي علشان استوت على نار هادية. آه، بجد 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 ابهرتني، وريحتها حلوة جدا يا جماعة، واقدر اعتمد عليها ان انا اعمل بيها كحك العيد ان شاء الله، واقدر اعتمد عليها ان انا اعمل بيها الحلويات الشرقية بتاعت رمضان ان شاء الله، واقدر ان انا اعتمد عليها اعمل حاجات كتير جدا. ايه اللي يجبرني ان انا اجيب كيلو سمنة ب 250 جنيه، وانا في ايدي ان انا ممكن اعمل اضعاف اضعافه باقل التكاليف وعلى قد ايدي. في الله المستعان. ربنا يدي كل محتاج يا رب، في اللي يقدر يشتريه وفي اللي ما يقدرش يشتريه، فاحنا بنعمل الحاجة يا جماعة للي ما يقدرش يشتريها. وعلى فكرة حتى لو تقدري تشتريها وعملتيها في البيت برضو حلوة الطريقة دي، وهتنفعك في حاجات كتير. معلقة منها كده على الأكل تعمل لك ريحة حلوة جدا وطعم حلو جدا في الأكل. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال إعجابكم وطريقتي نالت إعجابكم. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.